حرر أفكارك هتعرف إمكانياتك. هو ممكن الإنسان يعيش كل حياته من غير ما يعرف إيه هي إمكانياته الحقيقية؟ السؤال ده خلاني أفتكر حكاية سمعتها زمان أثرت فيا جدا وقتها. الحكاية عن صاحب سيرك فكر يعمل فقرة لدب عنده، بس قرر تكون الفقرة مختلفة وجديدة من نوعها، وهي إنه يرقص الدب وسط دايرة مرسومة على الأرض. الدايرة دي تحتيها نار، بحيث إن الدب ما يقدرش يقف برجليه من سخونة الأرض، ويضطر يبدل على رجليه علشان يستحمل الوقفة لفترة. في نفس الوقت كان بيسمعوا صاحب السيرك صوت موسيقى. التمرين ده كان بيقوم بيه كل يوم صاحب السيرك مع الدب على نغمات الموسيقى، لحد ما جه ميعاد العرض قدام الجمهور. ووقف الدب على نفس الدايرة، بس المرة دي ما كانش تحتها نار، لكنه بمجرد ما سمع الدب صوت نغمات الموسيقى بدأ في حركة رجليه، لأنه خلاص أصبح متبرمج وارتبط معاه صوت الموسيقى بسخونة الأرض اللي جوه دايرته. الحكاية دي خلتني أجاوب على السؤال إن الإنسان بالفعل عنده إمكانيات، بس ما بيحاولش يتعرف عليها أو يخرجها، لمجرد إنه أصبح متبرمج بسبب أفكار سلبية أو كلام اتكون في عقله الباطن خلاه يصدق إنه فعلا محدود ويكتفي بذاته الضيق. لكن لو قرر الإنسان يتحرر من أفكاره السلبية ومن حدود دايرته، هيكثف إمكانياته اللامحدودة ويوجهها ويتحكم فيها لحد ما يحقق النجاح والأهداف اللي عايز يوصل لها.